صحيين بنفس الطريقة، نفس السيناريو المرعب. ذبح، بطنهم مفتوحة، أعضائهم التناسلية مختفية. الناس بدأت ترتجف، ولكن قبل ما حد يستوعب اللي بيحصل صرخة تانية طلعت من بيت تالت. الطفل الصغير اللي كان شايل شنطته ومتجه من بيت جدته لبيت أبوه، الأستاذ يحيى أحمد. وأول ما دخل البيت طلعت منه الصرخة اللي سمعها أهل البلد، وأهل البلد لقوا الأستاذ يحيى ومراته وولاده الاتنين مقتولين بنفس الطريقة. في أقل من ساعة 3 بيوت، 10 جثث، ونفس الجريمة البشعة بتتكرر بنفس السيناريو، أكن اللي عاملها مش بني آدم. أهل البلد حرفيا مش قادرين يصدقوا، جريوا على الاسم وبلغوا، ولما الشرطة وصلت قالوا جملة واحدة بس من غير أي حوار: عمرو بيقدم محتوى ضمان. لو عايز تعرف ايه اللي حصل في تحقيقات الشرطة وايه السبب ورا الجرايم البشعة دي، اكتب تم في الكومنتات عشان أول ما ينزل الجزء التاني يوصلك فورا.